يعني انا لو حطيته في مقارنه بلعيبه في وسط ملعب الاهلي الفتره الحاليه زي احمد نبيل كوكا واحمد رضا هو يكسب. ولو حطيناه في مقارنه سابقه مع مارسيل كولر مع اكرم توفيق ومع كريم نيدفيد هو يكسب برضه. هو ليه روبيرو مدرب النادي الاهلي الجديد ما كانش مقتنع باللاعب عمر الساعي وتم اعارته للنادي المصري البورسعيدي؟ سؤال محتاجين ان احنا نفكر فيه كده. وليه برضه مارسيل كولر ما كانش مقتنع بيه وكان شايف ان هو لعيب عادي وكان بيلاعب عليه لعيبه تانية زي احمد نبيل كوكا؟ بس انا الحقيقه مش مستغرب جوزيه روبيرو ولا مستغرب مارسيل كولر ان هم ما كانوش مقتنعين بعمر الساعي. اللي خلاهم مش مقتنعين اصلا باليو ديانج. يعني جوزيه روبيرو ده مش مقتنع باليو ديانج ولا مارسيل كولر كان مقتنع بيه وتمت اعارته لنادي الخلود السعودي. هيكونوا مقتنعين بعمر الساعي؟ طبيعي. والله يا جماعه بصراحه المدربين اللي النادي الاهلي بيتعاقد معاهم الواحد مش فاهم هم بيفكروا ازاي ومش عارفين ليه الامور بتدور بشخصنه. يعني انا مشكلتي معاك مشكله شخصيه مش مشكله فنيه خالص، لان مش من الطبيعي ان هتكون مشكله لاعب زي عمر الساعي زي ما احنا شفناه بالامكانيات دي وبالقدرات دي وان هو اصلا ما خدش فرصه مع المدرب السابق مارسيل كولر ولا مع المدرب الحالي جوزيه روبيرو ان هو يمشي. لاعب بامكانيات عاليه جدا، عالي ممتاز هادي رايق، بيستلم ويسلم بكل هدوء، لعيب كواليتي مختلف بخبرات مختلفه احنا مش فاهمينه. يعني يا ريت مدربين الاهلي يكونوا ليهم وجهه نظر واضحه، يعني احنا نبقى عارفين هي الناس دي بتفكر ازاي لاعب بالامكانيات دي ما بيلعبش، وازاي اليو ديانج انت مش مقتنع بيه.